اللي كان سميتو هيثم. غادي نرجع بكم شويه اللور وغادي نعاود لكم هيثم كيفاش كان عايش والوسط اللي كاين عايش فيه واشنو اللي وقع ليه في صغرو حتى خلاه يولي هكا. هيثم عاش في واحد الاسره نتاع ام واب والابنه اخته، يعني كانوا غير جوج، هو اخته وباه امه. باه امه كان ديما في الصراع، ديما المشاكل، ديما الصداع، بعض المرات كتهرب لدارهم، بعض المرات تجي يصالحوهم تجي، لان السلوك نتاع الراجل ما كانش زوين وما كانش كيقوم بالدار كما يجب وما كانش كيربي وليداته ويهضر معاهم كما يجب. حاضي غير راسو. اشنو حاضي؟ حاضي غير الممنوعات، بلا ما نزيد نشرح اكثر، الممنوعات والعيالات والفساد. المرة ديالو مسكينة عيات بهذا الشيء، ملات عيات ما تهضر معاه وتنصح فيه وتقول زعما راه غادي يرجع لعقله، الساعة والو اللي فيه شي بليا راه فيه. كنستسمح الا كنتو كتسمعوا شي صداع برا. دازو الايام ودازو الشهور ودازو السنين وبقى هو على داك الحال وهي صابره، حتى ولا هيثم في عمره 11 سنه والبنت مسكينه كان في عمرها 8 سنين. المراه هنايا ما بقاتش قادره تصبر وطالباتو بالطلاق وبانهم يتفارقوا، والمشكله انهم كانوا غير على قد الحال، يعني ماشي شي وحدين اغنياء ولا لاباس عليهم، يعني غير كطالب معاشهم، مره يخدم مره ما يخدمش، وحتى هي المراه مسكينه كانت كتخدم في هادشي ديال الملوي والبغرير وتجمع حتى هي وتوكل وليداتها. النهار اللي طلقوا هي قالت ليه ما غاديش نقدر انني نربي الوليدات بجوج ونصرف عليهم، فغنخلي معايا البنت وانت هي غادي تدي معاك الدري. هو ما مانعش، يعني قال لها خلي الدري معايا يونسني. صافي هو مشى سكن بوحدو، هي مشات سكنت بوحدها هي وبنيتها، بدات كتخدم على راسها ومره كيصيفط لها النفقه نتاع البنت، والدري راه بقى معاه ومربيه المهم وكيصرف عليه شو. ولكن الحاجه اللي كانت خايبه في داك الراجل هي هاد صحابو اللي كان كيجيب للدار والقصاير وكما قلت لكم الممنوعات، حتى كيفقدوا الوعي بعض المرات. والولد مسكين عايش معاهم هكاك، هاد هيثم وكيشوف ديك الحالات هكاك وما كيقدر مسكين يدير حتى شي حاجه، كيدخل لبيتو وتيبقى جالس. واحد من صحاب بات هيثم كان عنده شذوذ جنسي اولا كان عنده ميول للرجال، فمني كانوا كيشربوه حتى كيفقدوا الوعي كان هو كيخليهم ملهيين وكيدخل على الدري. اش غادي نقول لكم؟ المهم مارس على هيثم وعجبو الحال هذا الراجل هذا، تما بقى ديما كيجي، بقى ديما كيمارس على هيثم. وهيثم مسكين ما كانش كيقدر يقول حتى شي حاجه لباه، باه كيكون فاقد الوعي وكاع ما كيعيق حتى بشي حاجه، حتى بالدنيا شنو داير بها. وكان هذا الراجل هذا كيعطي الفلوس لهيثم باش يسكت. هيثم دازت مده سنين حتى كبر ولا 18 عام وهو على علاقه بداك الراجل. شويه هيثم خرج وبدقات هذيك هي المهنه ديالو حيت لقى فيها الفلوس، ولا كيتعرف على رجال بزاف، ولات كما قلت لكم هذيك هي المهنه ديالو. كيتعرف على ناس اغنياء وعندهم العاقه، كيمشي وتيقصر واش غادي نقول لكم وكيجيب الفلوس ويجي. هيثم كان مبلي بالحلاقه والماكياج، مجمع الفلوس ودار يعني دار دبلوم ديال الحلاقه وفتح واحد المحل ديال الحلاقه كبير، وبالخدمه اللي كان كيخدم لغير المشروعات طبعا. المهم كيجمع الفلوس، اش غادي نقول لكم، جهز داك المحل ديال الحلاقه وبدا خدام فيه شويه، ولا هو متبع هاد الحرفه هذه اللي كنقول لكم، حيت كيلقى فيها الفلوس وخدم واحد جوج بنات عنده في المحل. كما قلت لكم كبروا الوليدات، الام ديالو توفات، اختو ما لقات ما دير، بقات كتقلب على خوها، مشات عند باها قال لها راه ما بقاش معايا ولكن راه وراها فين كاين. مشات عند خوها ولقاتو في ديك الحاله، قالت لي عاود ليا اشنو وقع لك، اش هاد الشيء علاش كدير هكا؟ قال لها اختي المهم ها شنو كاين ولكن انت ما دي في بالك والو، عرفتي اش غادي ديري؟ غادي تحضي لي المحل وانت اللي غادي تقابلي ليا الناس وتقابلي ليا الفلوس اللي كيدخلوا من هذا المحل هذا،
ديال الحلاقه. وانا راه بعض المرات راه كنسافر مع صحابي، بعض المرات ما كنجيش، بعض المرات كيقصر فشي بلايص اخرين. المهم بقات هكاك هي الخدمه ديالو، لانه كيجي منها العاقه النيت ديال بصح. كيسافر مع الناس البرا، كيسافر مع السواعده. المهم ما بغيتش نقول هكا، ولكن ما علينا، خصنا نوضحوا شويه الامور. المهم كيجمع الفليسات صحاح، كيدور مع اختو، وخدا واحد البارطمه كبيره ومسكن اختو معاه، ولكن هو قليل فاش كيجي للدار. حتى لواحد النهار هيثم البس عليه وتقاد كما قلت لكم، وكيدير المكياج وتيقاد بحالو بحال البنات، وتيولي لك غزيول. واقف هكايا في الشارع حتى جات وقفات عليه واحد الطوموبيله واعر وفيها واحد السيد. منين شافو هيثم تبهض، اللحيه فين واصله، وتيبان عليه راجل تقي. قال ليه واش انت شنو المهنه ديالك، واش فقيه ولا شنو، ولا شيخ ولا شنو كتكون؟ قال لي ها انا فقيه وبغيتك تمشي معايا. قال ليه ما يمكنش، نتايا وهكا سميتو. قال لي المهم ماشي شغلك، انا بغيتك تمشي معايا دوز معايا هاد الليله. وفي الاول طمعوا بواحد المبلغ اللي كبير. مشى معاه، قال لي ياك المهم هذه هي خدمتك صافي يلا معايا. مشى معاه، مشى معاه هيثم وداه لواحد الفيلا، اش غادي نقول لكم بحال المهم بعيده شويه. استغرب هيثم بان الفيلا خاويه ما فيها حتى شي واحد. فسولو قال ليه فين هاد الفيلا، واش ما مزوج، ما عندكش عائله؟ قال لي واش انت حمقتي؟ لا انا اللي غادي نجيبك، غادي نجيبك عند العائله ديالي. هذه فيلا كنجي لها انا وصحابي، كنجي لها ملي كنبغي نكون باغي نجلس شويه مع راسي. المهم هنايا هيثم قال لي شنو المطلوب مني؟ قال لي المطلوب منك هو انك تشعل ديك الموسيقى راها وتشطح ليا، انا بغيتك نشوفك تشطح ليا. قال لي واخا. دار داكشي هكاك، شطح ليه، جاب الماكله، جابوا معاهم الماكله، جابوا اللي كتشتهي كاع اي حاجه تشهاها، وجاب حتى داك الملعوق نتاع الشراب بقى كيعطيه الهيثم حتى دخ. صافي دخ هيثم ومبقاش عارف مازال اشنو كيوقع معاه حتى الصباح. حتى فاق في الصباح وكيلقى راسو في واحد البيت فيه ناموسيا، فيه كل شيء، ولكن كان مربوط تما، كان رابطو داك الفقيه. واللي عرف هيثم من بعد هو انه ما وقع بينه وبين داك الفقيه حتى شي حاجه، وما قاسو كاع. فسولو قال لي علاش درتي لي هكا وعلاش رابطني وشنو بغيتيني اصلا؟ اش دار الفقيه؟ هز واحد السمطه وبدا كيسلخو. مهم سلخو ضربو عطاه على شي قد، بقى كيغوت هيثم وكيقول لي حشومه عليك اش هادشي كدير بيا؟ كيقول لي واش غادي ترجع لطريق الله ولا لا؟ واش غادي ترجع لطريق الله ولا لا؟ كيقول لي اش بغيتي عندي، اش بغيتي مني؟ كيقول لي كنقول لك واش ترجع لطريق الله ولا لا؟ قلت يقول لي شكون انت وعلاش كدير هكا؟ قال لي انا كنشد لي بحالك وتنرجعهم لطريق الله وطريق الدين، وباش يبعدوا على هاد الحرام اللي متبعينه، باش يوليو رجال. قال لي راه كندير هكا حتى مع البنات اللي تيكونوا خارج الطريق. بقى هيثم غير كيشوف. المهم بقى عليه بقى عليه بقى عليه حتى قال لي صافي صافي. قال لي هذه والتوبه، انا غادي نتوب واليوم غادي نتوب على يدك. قال لي ماشي على يدي انا، راه غير سبب جابني الله ليك باش تتوب وباش تبعد هذا الحرام هذا، وسير راه عندك مشروع ديالك وكون راجل وبني حياتك على اساس انك راجل. قال لي صافي هادي والتوبه. قال لي حلف لي بانك غادي تتوب غادي ترجع راجل. قال لي صافي قلت لك هادي والتوبه. صافي طلق ليه ورجع بحاله، مشى للدار ودوش عليه وبدل. شافت اختو فيه شي ضريبات، سولاتو وقال لها ماشي شغلك، انا غير دابزت مع شي دراري. المهم لبس اللباس نتاع الرجال وقال لها غادي نهبط اكا راجل وغادي نوقف معك اختي وغادي نوقف على خدمتي. تبهضت في اختو، قالت لي قولي اشنو وقع؟ قال لها صافي اختي انا راه تبت على يد واحد الشيخ واحد الفقيه، الله يجازيه بالخير. المهم انا راه وليت راجل وراجل ونص، من دابا اختي راه في جنابك راجل وما تخافي حتى من شي حاجه. هنا كانت القصه ديال الفقيه والمثلي هيثم سالات. كنتمنى انها تكون عبره وانها تعجبكم، وما تبخلوش عليا طبعا باللايكات والتعاليق ديالكم الزوينه والمشاهده الكامله.
وكنشكركم بزاف بزاف، حتى القصة أخرى إن شاء الله.